استنى، ما تقلبش، ما تعملش سكرول. لو قلبت هتندم والله. مش هاخد من وقتك كتير، هي دقيقة بس اسمعني فيها كويس. انا هكلمك على حاجتين بس. اول حاجة، النهارده كل سنة وانتم طيبين، 12 رجب، النهارده الخميس، سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تصوم. وبكرة وبعده الجمعة والسبت والحد، التلات أيام البيض. ويوم الاثنين سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام، فبنصوم الخمس أيام. مش قادر تصوم الخمس أيام، صوم التلات أيام البيض، جمعة وسبت وحد. مش قادر تصوم نهائي وعندك عذر، خلاص بلغ الناس والدال على الخير كفاية عليه. دي أول حاجة. تاني حاجة عايز أتكلم عليها، كريسماس. أنا مش هكلمك إن اليوم ده حرام والاحتفال فيه حرام، إنك تقول لأي حد كل سنة وأنت طيب حرام، وإنك تشارك المسيحيين في اليوم دوت حرام. مش كل الكلام ده معروف، بس اللي مش معروف إنك لو بتخرج كل يوم مينفعش تخرج في اليوم ده. إنك لو وراك شغل أجله أحسن. إنك لو شغال، خاصة لو شغال في كافيه أو نادي أو في تجمعات، ما تروحش. أجز لو شغل، أجز. مش هبالغ لو قلت لك، لو انت صاحب النادي او صاحب الكافيه او صاحب المشروع اللي هو فيه تجمعات وفيه حشد والكلام دوت، مش هبالغ قلت لك اقفله احسن. لان اليوم دوت المليارات او العالم كله بيجمع ازاي يعصي ربنا فيه. فارضاء لله انك ما تخرجش بالذات اليوم ده. الزم بيتك، يعني الزم بيتك بالله عليك، لان اليوم دوت بيحصل فيه كل الكبائر. فانت مش هقول لك انت كل يوم بتعصي ربنا، ايوه، بس على الاقل اليوم اللي بيجمع فيه العالم انه يعصي ربنا، ان انت ما تكونش منهم. اجز اليوم دوت، الزم بيتك في اليوم دوت، ارضاء لله وارضاء انك توصل لمرتبة عظيمة عند ربنا سبحانه وتعالى. مش هقول لك قيم الليل في السنة دي، ولا اقرأ قرآن، ولا صلي، ولا لا، بس الزم بيتك.